السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى شوف ست الكل، عملنا مع بعض الشاورما الفراخ السوري بتاعت اخواتنا السوريين زي ما انتم شايفين كده، تحفة مع البطاطس كده، حاجة تحفة زي ما انتم شايفين كده. وعملنا التومية في البيت. تابع الفيديو للآخر عشان تعرفي طريقة التومية كمان بكل سهولة. في حتة تانية، صلي على الحبيب قلبك طيب. تابع الفيديو للآخر عشان تعرف طريقة الشاورما السوري بكل سهولة في البيت. بحبكم في الله. زي ما انتم شايفين كده بقى، جبنا صدرين من الفراخ كده، اللي هو ربع كيلو. وزن الفراخ بتاعنا ربع كيلو، وقطعناهم بشرايح صغيرة كده. هنبدأ بقى بنقطع الشرايح الصغيرة دي كده. نقطع الكمية اللي عندنا كلها، ده ربع كيلو. هنبدأ بقى نتبله. بعد ما قطعناه السليزات اللي انتوا شايفينها كده، بنحط معلقتين من الزبادي، معلقتين كبار، واربع معالق من الحليب، وربع كوباية من عصير البرتقال فريش. زي ما انتوا شايفين عندنا ربع واحد معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة كمون، ربع معلقة توم باودر، ربع معلقة بصل باودر، ربع معلقة جنزبيل باودر. وبننزل بيهم على التتبيلة بتاعتنا دي. طبعا هنا عندنا 12 فص من التوم ل 10 فصوص كده حسب الرغبة بقى. دولت 12 فص من التوم. بنبدأ بقى ندقهم كده في الهون بتاعنا. بعد ما بندق التوم ده كده خلاص كده، هنبدأ بقى نحط بقى معلقة من التوم المفروم ده أو المهروس على التتبيلة بتاعتنا، ونحط معلقتين كبار من الخل الأبيض بتاعنا. وهنحط برضو معلقتين من الزيت، يفضل يكون زيت زيتون لو عندكم. طبعا بنقلب التتبيلة دي كلها مع بعض كده، تتبيلة شاورما الفراخ بتاعتنا. وبندخلها التلاجة، يفضل تكون ليلة كاملة كده في التلاجة عشان تشرب من التتبيلة بتاعتنا. هنبدأ نعمل بقى التومية بتاعتنا بكل سهولة خالص، وبدون مكونات كتير ومكونات خزعبلية، على رأي الأستاذة أو الشيف نادية السيد. طبعا عندنا هنا على رأي يعني في كلمة مكونات خزعبلية. هنا عندنا بقى ربع كيلو من الزبادي، زبادي المراعي انا بفضلها يعني. هنا بقى من التوم اللي انا هرسه او فرمه، دقه بالهون كده. وذره ملح صغيره كده، اللي هو 2 جرام ل 3 جرام. ويفضل هنا 4 معالق زيت زيتون لو عندكم. هنحط بقى كميه الزبادي بتاعنا اللي هو ربع كيلو. وبنقلب المكونات دي كده كلها مع بعض، وبندخلها التلاجة وبنسيبها ليلة كاملة أو لمدة 24 ساعة عشان الزبادي بتاعتنا دي تنزل المية بتاعتها. طبعا أنا خليت القوام بتاعها كريمي زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ بقى نغطيها بقى كده ونلفها ونعصرها أكننا بنعمل جبنة. ونغطيها بقى بأي حاجة تقيلة عندنا. ما لقيتش بقى طبعا غير علبة الزبادي الكبيرة بتاعتي تقيلة عشان تخش التلاجة طبعا وتنزل المية بتاعتها. حطيت عليها تقل كده. عندكم أي حاجة تقيلة تانية ممكن تحطوها. طبعا نبدأ بقى نسوي الشاورما بتاعتنا بعد ليلة كاملة كده أو 24 ساعة. بنحط مكعب صغير من الزبدة مع معلقتين زيت، وبننزل بالشاورما بتاعتنا كده بعد ما طلعت من التلاجة كده. طلعناها. هنبدأ بقى نشوحها كده، هتاخد لها 8 دقايق ل 10 دقايق كده تتشوح في الطاسة بتاعتنا. احلى تتبيله شاورما ان شاء الله، جربوها وقولوا لي رايكم. هنا طبعا التوميه بتاعتنا بعد ما خلصت. توميه معموله من الزبادي يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده الميه اللي نزلت بعد ليله كامله او 24 ساعه زي ما انتم تحبوا يعني. بقى قوامها كريم ازاي، طبعا نعمت القوام من غير اي حاجه. طبعا هنا الشاورما بتاعتنا خلاص وصلت لمرحله النضج، استوت يعني. وده اللون المطلوب بتاع الشاورما بتاعتنا. الشاورما السوري بكل سهوله في البيت هتقدروا تعملوها. التوميه دي طبيعيه 100%، وصحيه للاولاد وليكم، بدون بياض بيض وبدون الكلام ده، حاجات نيه. توميه زي الكتاب ما بيقول، وتعملوها في البيت. والطعم خرافه بجد يعني، طعم تحفه. ولا كده مع الشيف محمود مفيش مستحيل. يا مساء السعاده، تقدروا تعملوا الشاورما بكل سهوله في البيت. طبعا عندنا شويه بطاطا كده او بطاطس قليينهم بقى كده. هنبدا بقى نحط البطاطس الكميات اللي انتوا تحبوها. ممكن تعملوا بطاطس سوري برضو اللي انتوا تحبوه. مع التوميه دي صراحه تحفه يا جماعه والله، وطبيعيه كده وصحيه ليكم ولأولادكم. معموله من الزبادي يعني، مش حاجه لا بياض بيض ولا صفار بيض ولا الكلام ده ولا بطاطس ولا اي حاجه. طبعا هنا احنا حطينا ربع مكعب من الزبده صغير، وحطيناهم في الطاسه بقى وكبسناهم كبسه بايدينا كده. وهنبدا بقى نلفهم في الطاسه بتاعتنا لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. عايزين تحمروا اللون اكتر تحمروه براحتكم. زي ما انتم شايفين كده، انا عملتها السندوتش على الاربع تجناب بتوعه. شاورما سوري زي الكتاب ما بيقول، تحفه مع الشيف محمود مفيش مستحيل. ولا السندوتش بيتكلم عن نفسه زي ما انتم شايفين كده في الكادر.
الشاورما السوري تقدروا تعملوها في البيت بكل سهولة بتتبيلة خرافة. وهنشوف السندوتش، شايفين الجمال والحلاوة، نقطعه بسكينة بأي قطاع عندنا. الشاورما بعد ما استوت معانا حاجة تحفة. السندوتش بنشتريه 100 جنيه و80 جنيه يمكن أكتر، لا احنا هنعمله في البيت بأقل التكاليف. سندوتش شاورما سوري في البيت بكل سهولة مع التومية الصحية، مع التومية الصحية تقدروا تعملوه ليكم ولولادكم. تحفة بجد مش هزار، بألف هنا. وزي ما انتم شايفين كده الشاورما شايفينها تحفة في حتة تانية. يلا بينا ندوق. بسم الله، صلي على الحبيب قلبك كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. شاورما هتعملوها شاورما سوري هتعملوها في البيت بكل سهولة. الشاورما تحفة، هتقدروا تعملوها في البيت بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده مع البطاطس. صلي على الحبيب قلبك كتير. تابع الفيديو للآخر عشان تعرف طريقة الشاورما السوري بكل سهولة في البيت.